ويش نسوي ويش نسوي تفارقوا أبوينا، ولا صادق صارت حياتنا عذاب في عذاب. ويش نسوي ويش نسوي، وأنا بدون بابا وأنا برضو بدون ماما. ولا يا عتمة بابا طلق ماما، وانت يا حوزان بابا طلق ماما يا عتمة. الله يعين على أسباب تافهة. ليه خلوكم مع كربوس يكمل لكم السالفة من حوزان وعتمة. والله يا اخواني كربوس في الحمام، انا الحين جاني من حوزان وبنت عتمة ان ابويهم طلقوهم ضحية ذلك. لا الطفلين هذا هم ضحية الطلاق الابوي، تفرقوا معه. يا جماعة الخير والله مما يحزنني ذلك، الواحد لازم يضحي. انت ايها الاب ضح، انت المرأة ضحوا، اذكر اخطائك. ما خلى بيت النبوة المشاكل، ولا كل بيت ما من بيت الا فيه مشاكل، لكن لازم الواحد، انت كرجال اطلع برا. انت رجال كبريت، وانت عود كبريت، وانت يا محمد كبريت. فاذا انت بجنبك قاعد تنقرها تولعت النار وافسدتوا بيتكم. الواحد لازم يضحي يا اخوان، لازم الواحد لازم تكون لك معزيمة عليها. الواحد لا يتزوج يطلق وينتقم ولا شيء. يا أخي الزواج هو ما صنف دينك، وهو تكوين أسرة. والأطفال هذول حوزان وعتمة يرقصون في بين الحديقة وهم يبكون بأثر ذلك، تعادوا أيتام بعد ما كانوا يعيشون بنعمة مع أبويهم، تيتموا ما يدرون وش يسووا. مساكين أطفالهم، هو الأطفال ما ضحية ذلك. تيتموا أطفالكم يا أبنائي. يا أخوان انتبهوا لذلك. الطلاق مو وسيلة انتقام، ولا هو وسيلة يعني شجاع، ولا إنك شجاع. الواحد لازم يضحي ويصبر، ما هو لازم تقعد تناقرها زي ما قلت لك. البراء كبريت وانت عود، إذا عندنا الكبريت جمداء ولا حك الكبريت بالعداء ولا على النار. فأفضل لك إنك تنسحب من هذه المعركة أنت أيها الرجل وتخرج وضح واطلع. ما بخلى بيت النبوة والمشاكل، اطلع روح لبش، خلك عزبة البر خل معك، خل يثبتك داير عزبة البر، ولا خلك تثبت نفسك عزبة البر، شاهي وكدلتك وعيوبك. وإذا حسبت تاخذها وروح اطلع برا البيت، روح تمشي برا بيتك إن كان معك يسر برا بيتك تكفيها. ولا النعامة هذه ما أدري وش عندها هي ورايها، ولا كل حسوي رياضة. والله إن ما سعداك في كذا النعام، والله إن سعداك في ولا يخطني كذا النعام. ما أدري شيء قصة هي ذا تاكلني ولا شيء. أنا ودي أنصحكم وأعطيكم نصيحة. أنا عارف إني دعب جري فأحب أتريض دايم، فما لقيت هالفرصة هذه إني أعطيكم هذه الكلمة. ضحوا واصبر، ما خليت النبوة من المشاكل الأول. يا إخواني الواحد لازم يتحمل، لازم تتحمل. الزواج ما هو متعة وخلاص تأخذ شهوتك بعدين تستاقل عزوبيتك ولا حريتك. لازم واحد يصبر ويضحي والزواج استقرار وراحة نفسية، ولا أبنائه هم ضحية ذلك يعيشون أيتام لو متفرقين. واحد لازم يضحي يا اخواني. يا اخواني ضحوا، والله يجزاكم خير. انا بدي خشمك ابد راسي انت وياها. ضحوا واصبروا على اخطائكم. ما من بيت النبوه مخرج من المشاكل. الشيطان هو اللي يعني يقول ما جعل الشيطان عليكم حتى فرق يعني ايش طلع يفرق بينكم. فلا تتخذون عدو لكم فاقس، لا تاخذون عدوكم ياخذ عليكم سلطان يعني تمكنون منكم. هذه السالفه انه يفرق بينك وبين زوجتك. لا والله ضحوا. واحد لازم يضحي يطلع رجال. انت رجال ضح واطلع برا، خذ عزبة البر، روح من اي محل ودوق دوق في الحاره. اي نعم. وانت يا مره وش هذا؟ أنا واحد لازم يتحمل أخطائكم المنزلية، والوازن الواحد من بيتنا يخلون بالمشاكل. ضحوا يا جماعة، أنا أوصيتكم. والله إن هذا العدد الناس راح الحين سوف يطلع على صفحتي شيء يعني ما ودي إني أتكلم، ولا أنا لست من العلماء والفقهاء ومستشير في الدين، بس أنا عندي هذه المعلومة. الواحد لازم يضحي، وإذا ما ضحيت لن تستمر حياتك. الواحد لازم يصبر المشاكل حد لا تكون. وانا والله اني خبر واحد انه من دعس ومن حاصل المشاكل من لكن عندك مجمد ومحتسب وحياته الامن طيب ومستقره. نعم الواحد لما يصبر يحتمل ولا يلقى الا الصبر، ولا يلقى ذو حظ عظيم. هذا ما عندي. الواحد لازم يضحي ويصبر على اخطاء بيته، وهذا ما عندي يا اخواني. يا اخواني ضحوا يا اخي، لا حول ولا قوه. هذا ما عندي يا اخواني. جوالي 055 والباقي لما يتغير. ايميلي www.com باهو. ما شاء الله تبارك الله. ان توفيقكم من تقسم نفسه والشيطان استغفر لي ولكم السلام. والله ما لي داعي ولا شيء، بس ابغاك توصيكم وصيه شيء اني هالعدد ذا تجيكم يخرع. والله يخرع. الزواج ما هو متعود خلاص. لازم واحد يصبر وضحوا يا شباب. اللي هو ضحيه الاطفال يتيتمون. ايش نهتم بهالدنيا هذه؟ الله يهديكم والسلام. سلمون سلامتكم. السلام عليكم. سلمون بسلامتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عابر سبيل، ترى ما عندي سالفة.